ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل مبكبكه. معايا ايه بقى المكونات بتاعتها؟ معايا لحمه وبصل وثوم وبهارات، ومعايا صلصه، ومعايا كيلو من عصير الطماطم، ومعايا طبعا مكرونه نص كيلو اللي هي الصغيره المرمريه الصغيره. هبدأ بقى اعمل ايه. حله على النار كده، وهحط فيها زيت. يعني احط معلقتين زيت كبار كده. وبعدين هنزل بالبصل. يعني انا معايا بصلتين مفرومين او متقطعين، يعني مش هتفرق معانا في حاجه، متقطعين صغير او مفرومين. ومعايا برضو راس توم كده حلوه مفرومه، او معلقتين. يعني لو عندنا التوم مفروم جاهز، معلقتين توم كبار. عايزه اقول لكم التوم بجد مخلي طعمها حلو قوي. يعني اللي ما كانش بيعملها بتوم، لا حط التوم عليها، بجد فارق في الطعم. بس هشوح البصل شويه وبعد كده انزل بالتوم عليه. يعني بجد الأكلة دي حلوة. يعني حلوة بكل من كل حاجة الصراحة. طعمها، وبعدين كلها في حلة واحدة، يعني مش هتاخد وقت بقى معانا خالص، ومش هتطلعني لها مواعين كتير. فحلوة قوي مناسبة للصيف طبعا، عشان في الصيف يعني منحبش نقف في المطبخ كتير. بس هنشوح بقى اللحمة ونسيبها، نحط عليها الصلصة وكده وتستوي. هتشوفوا الطريقة معايا. وهندخل بس يا دوب نزود ايه اللحمه وخلاص، على كده لحد ما ايه اللحمه تستوي. ولو مش حابين لحمه عليها، ممكن نعملها من غير. بس يعني قبل ما نيجي ناكلها ب10 دقايق كده، نحط المكرونه، عشان لو حطينا المكرونه وسبناها بقى ما كناش على طول، هتلاقوها لزقت في بعض. يعني هي برضو المبكبكه لانها ايه ما بنسلقش المكرونه ونشطفها، وانتوا عارفين برضو النشا اللي في المكرونه بيخليها ايه تبقى لازقه ببعض كده. فاحنا ايه يعني نكون هنتغدى على طول قبلها ب10 دقايق كده. ننزل بالمكرونه في الصلصه. وبعد كده ايه نتغدى على طول. هحط بقى التوم بعد ما شوحت البصل شويه، نزلت بالثوم. وبعد كده بقى ايه معايا طبعا اللحمه. يعني اللحمه الموزه دي حلوه قوي. ممكن كمان لو مش حابين لحمه، نعملها بفراخ بنفس الطريقه. يعني بأوراق الفراخ هتبقى حلوة قوي، علشان الوراك برضو بيبقى فيها ايه نسبة من الدهون كده. ممكن نعملها بالوراك بتبقى حلوة. ولو يعني مش بتحبوا الدهون في الاكل، ممكن برضو نعملها بصدور الفراخ. هننزل بقى باللحمة، هنشوحها برضو تشويحة، اللحمة تاخد لون كده بني. وبعد كده ننزل بمعلقة الصلصة الكبيرة. ونحط بقى بهاراتنا والحاجات الحلوة بقى بتاعتنا. يعني معلقة الصلصة برضو بتدي طعم حلو. بس لازم نحط طماطم، يعني احنا بنحبها بالطماطم. يعني في ناس بتعملها بصلصة بس، لا بس الطماطم بتخلي الصوص بتاعها حلو قوي، وبتقله كده ويبقى طعمه حلو. غير الصلصة بتبقى خفيفة، لاننا لازم هنزودها عشان المكرونة تستوي. فلا، بتلاقي الصلصة بتخف كده بتبقى مش حلوة. فالطماطم بجد بتخليها طعمها حلو قوي. وكيلو طماطم على نص كيلو مكرونة ولحمة حوالي نص كيلو برضو. فبجد عايزة اقول لكم كان الصوص كده حلو وكتير وطعمه حلو قوي. ونحاول بقى ما نحطش مكرونة كتير. يعني نص كيلو، يعني هو كيس نص كيلو او اقل شوية، كمان 400 جرام. فده حلو قوي. ونجيب اللي هي الصغيرة، المكرونة المرمرية الصغيرة. كده هنحط معلقة الصلصة الكبيرة بعد ما شوحنا اللحمة خالص، وبقت كلها لون واحد. هنحط معلقة صلصة. وبعدين بقى ايه ننزل بالبهارات بتاعتنا. معايا كركم، ومعايا فلفل اسود، ومعايا ايه كمان 7 بهارات. الكركم بيدي لون حلو قوي للمكرونه. بس ما يعني نفضل بقى ايه ورا اللحمه لحد ما تستوي. ما ننزلش المكرونه فيها غير لما اللحمه تستوي، تبقى دايبه كده، بتلاقوها بقى ايه حلوه قوي. هنحط 7 بهارات، وال7 بهارات عطت طعم وريحه حلوه قوي. الكركم طبعا هيدينا لون تحفه. والفلفل الاسمر ده ايه يعني اساسي معانا. بس هنحط بقى ايه عصير الطماطم. ده عصير كيلو من الطماطم، يعني معصوره ومتصفي. يعني لازم تصفوا الطماطم برضو لما بنضربها في الخلاط. لازم نصفيها عشان بيبقى فيها قشور كده، فبتدي طعم مش حلو في الاكل. هننزل بقى بعصير الطماطم.
مش هنحط ملح خالص عشان اللحمة، يعني انتوا عارفين اللحمة ايه، الملح بيأخر سوى اللحمة. فهنحط اللحمة في الاخر، هنحط الملح في الاواخر بقى، يعني لما اللحمة تدخل في السوا وتقرب تستوي خالص هننزل بالملح. بس هنغطي عليها بقى ونسيبها لحد ما اللحمة تستوي. بس طبعا هنفضل كل شوية نبص عليها برضو، ولو احتاجت نزودها مية بنزودها مية مغلية من الكتل، عشان اللحمة لو زودناها مية عادية كده او مية مش سخنة يعني هتلاقوها لا، هتبقى مجلدة كده ومش هتستوي بسهولة معانا يعني. فلازم اي اكل او اي حاجة بنزودها يعني نكون بنطبخها نزودها مية سخنة. هنشوف بقى اللحمة استوت، بصوا هتلاقوها دابت كده مش استوت. تحفة. والصوص طبعا بصوا تحفة بجد، بقى تقيل وحلو قوي. هنزود برضو عليها مية عشان ننزل بقى بالمكرونة. هنزود برضو مية من الكتل. اوبا بصوا الغطا بيقع. الغطا بتاع الكتل ده بيتخلع كده، فعملها معايا بقى في الحلة. بس بقى هنسيب برضو الصلصة تغلي شوية وبعد كده ننزل بقى بالمكرونة بتاعتنا. نحط بقى الملح قبل ما ننزل بالمكرونة، نحط الملح، ونحط بقى الملح وندوق كده ونشوف لو احتاجنا نحط ملح تاني نحط. بس اللي احتاجته بقى هحط فلفل اسمر، يعني حسيت برضو بعد ما زودتها حسيتها محتاجة فلفل اسمر تاني. بس ممكن بقى نحط قرن الفلفل ده لو حابين، بيدي طعم حلو قوي. لكن لو مش حابين او خايفين يعني تبقى سبايسي اكتر فلا بلاش. معايا بقى المكرونه المرمريه الصغيره دي، هو نص كيلو كفايه قوي عشان ما تعجنش مننا. يعني لو اكتر من كده هتعجن وهتشرب الصوص كله فهتلاقوها ايه، حته واحده كده. يعني كل ما نقلل المكرونه بتبقى احسن. بس هننزل بقى بالمكرونه ونهدي النار شويه بقى ونسيبها لحد ما تستوي. يعني هي 10 دقايق وبتلاقوها استوت اصلا، بتستوي بسرعه قوي. هنقلبها طبعا عشان برضو ما تلزقش في بعض، لانها برضو المكرونه مش مسلوقه فناخد بالنا برضو. بس هنسيبها بقى لحد ايه ما تستوي. بس برضو كل شويه كده ايه نبص عليها. بصوا بقى بتبقبق ازاي. بجد لا، هي المبكبكه من الحاجات الجميله بجد اللي طعمها روعه. والحلو ان هي في حله واحده ويعني مش هتاخد معانا مواعين كتير. خلاص كده هي استوت. بصوا انا هدوق كده وحدية، بس هي استوت اصلا من شكلها باين. خلاص كده بقى ايه هطفي عليها ونقدمها على طول كده وهي سخنة. لا تحفة بجد. جربوها بقى وما تكسلوش وما تخافوش يعني من اللي هي تعجن او حاجة، لا. طول ما الصوص كتير هتلاقوها لا حلوة. بصوا الصوص بتاعها كتير كده بتلاقوا الطعم احلى، غير لما بتبقى المكرونة كتيرة وشاربة الصوص بتاعها فبتلاقوها لا معجنة ومش حلوة. بجد عايزة اقول لكم الطريقة دي بجد حلوة اوي. والثوم خليها روعة، واللحمة طبعا خليتها طعمها حلو قوي. بس الناس اللي ما بتحبش لحمة عادي ممكن تعملوها بفراخ بنفس الطريقة. تحفة. يعني من الاكلات الحلوة بجد اللي ما بتاخدش وقت ومواعين كتير. جربوا بقى وقولوا لي رأيكم في الوصفة الحلوة دي. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لقناتنا. وما تنسوش بقى تعليقاتكم الحلوة بقى اللي بتشجعني. مع السلامة.